تعالوا بينا نعمل النهاردة كبدة وكلاوي وطحال وفشة بطريقة جميلة جدا وبسيطة. مفيش فيها افتكاسات ولا فيها أي مقادير كتير ولا أي حاجة. ودي الفشة معانا طريقة بسيطة جدا وتقطيعها حلو، وكمان دايبة دوبان في البق. بصراحة تحفة، حاجة كده في منتهى الجمال. يلا بينا نخش كده المطبخ ونشوف مع بعض هنبدأ ونقول ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم اصحابي، ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. النهارده هنبدأ مع بعض فيديو جديد وفيديو جميل جدا، بس ما تنسوش بقى باللايك والشير والكومنت، ونخش بينا على الفيديو ونشوف بنعمل ايه مع بعض. زي ما انتم شايفين تقطيعة الكبدة اللي انا مقطعاها يعني قطع صغيرة خالص، تمام. وعادي الفشة، فشة لا دوت مش فشة يا جماعة، ديت كلاوي وطحال وقلب، تمام. احنا قطعنا الكبده لوحدها، حطها في طبق لوحدها عشان هحطها لوحدها، لكن الكلاوي والقلب والطحال مع بعض لوحدهم هيبدا معاهم. اول حاجه هنحطها على النار، تمام. انا سبقت قبل ما اصور وحطيت حله على النار فيها شويه ميه، وحطيت الفشه اللي انا غسلاها، اديتها شطفه بس، يعني مش غسيل يعني بس مطرح بس مسكه الايد مش اكتر، تمام. واديتها سلقه من غير اي ادوات ولا بهارات ولا بصله ولا اي شيء. اديتها بس سويه كده في الاول، وابدا ايه احط بعد كده الحاجات اللي احنا هنحطها مع بعض، تمام. مقلايه تانية على النار زي الوok كده كبير كده وحلو، عشان اقدر احط الكلاوي والطحال والقلب، تمام. حطيت الاول شويه زيت مع شويه دهن كانت عندي من الكبد، تمام. قطعتها قطع صغيره وبدات انها تسيح، بدات ان انزل بالكلاوي والطحال والقلب مقطعهم قطع صغيره، مش صغير عصافير صغنن، لا، يعني قطع في الوسط، تمام. الحاجات دي كلها بتحتاج سويه. القلب الكبده سوري ما بتحتاجش سويه على النار، تمام. فانا اول حاجه نزلت بالصدمه الكلاوي الكلاوي والطحال والقلب، اديتهم الاول تشويحه الاول في الزيت، ونزلت عليهم بشويه ميه يستووا مع بعض، وبعد ما تستوى وظبطها كويس ابدا احط ايه الكبده. تاني حاجة زي ما انتوا شفتم، رجعت تاني للفشة بتاعتي، زي ما انتوا شايفين المية بتاعتي بدأت تشرب. نزلت على طول بصلتين حلوين كده على حسب الكمية الفشة اللي انت عاملاها. كل على حسب الكمية بتاعتك بتحط ايه البصل، تمام. في ناس بتحب الفشة حتى لو هي قطع صغيرة وقليلة بيحطوا يكتروا البصلة بتاعتها عشان يعرفوا يغمسهم، وفي ناس بتحط قليل. هنا زودتها مية سخنة مغلية يعني انت لسه عايزة سوي، فتلاقيتها بدأت تلين شوية بس هي عايزة سوية. حطيت البصلتين خرطتهم تخريطة كده عشوائية، حطيت ملح وفلفل وشطة، وحطيت كمان شطة، ملح وفلفل وشطة ونطري كمون صغيرة خالص مع البصلة، وهقلبها بقى مع بعض زي ما انتوا شايفين. ما بتخش في السوي ببدأ احط الملح، غير كده ما بحطش الملح لما تبدأ ايه تستوى. هنا كنت خلاص دخلت في السوي كنت حطيت الملح بتاعي، فتمام. هقلبها كده تقلبتين واسيبها ايه على جنب مع بعضها كده ايه تستوي على مهلها، تمام. رجعت ابدا اشوف للطحال والكلاوي كده إيه بدات ان هي تستوي ولا لا، لقيتها لسه عايزه سوي. طبعا انت بتزودها بردك ميه سخنه، ما تزودهاش ميه سقعانه، بتزودها ميه سخنه علشان تستوى وتبدا تخش في السوي معاكي. بدات ابهر بقى ايه الكلاوي بتاعتي، احط لها الشطه والفلفل، تمام. مش هحط لها هنا بهارات كتير ولا اي حاجه. هي المقادير بتاعتنا ملح وفلفل وكمون وشطة وخل للوصفات بتاعتنا كلها، بس الحاجة الوحيدة اللي حطيت فيها كمون هو الفشة. الكبدة ما بحطش فيها كمون، ملح وفلفل وشطة وشوية خل صغيرين والملح، تمام. ومش هحط بصل ولا أي حاجة، تمام. يبقى ده ما حطيت الملح يبقى خلاص كانت لالت ودخلت في السوية. طريقة جميلة جدا وفي منتهى الجمال، ولا تقولي إيه ده حامية وهتسهرج وتعمل حرقان في المعدة والكلام ده كله. انا مش حاطه لها بصل ولا اي حاجة، ده الطريقة بتاعتنا العادية خالص. اول ما بنجيب الكبدة بنقوم قطعينها ونحطها كده زي ما انتم شايفين. الكبدة ما هو اتحطتها مع الكلاوي والفشة والطحال، تمام. بدات ان انا اديلها كمان تشويحه حلوه كده. طبعا اللي قولوا معايا اللي هي الكلاوي والطحال بدات تشرب الميه بتاعتها وكانت خلاص استوت، تمام. بدات ان انا انزل بالكبده بتاعتي واحطها إيه عليها على النار، وبدات ان انا ايه اقلبها زي ما انتم شايفين. خلاص الفشه بتاعتي كمان استوت،
واتشربت الميه. طبعا حطيت لها ميه كذا مره لغايه ما هي استوت ولانت معايا. انا عايزاه الفشه اضغط عليها كده تلاقيها مستويه ومهريه خالص. احنا عايزين ناكلها كده، مش عايزينها بتشد وتبقى يعني غليظه في الاكل او تحسي كده سميكه. لا، احنا عايزينها تكون دايبه. تمام. اتاكدت من البهارات بتاعتي مظبوطه زي ما انتم شايفين، بقطع بالمعلقه اهوت، بتتقطع معايا في منتهى السهوله. وطبعا الوقت هوريها لكم كمان واحنا بنغرف، هوريكم بردك طريقتها كمان مستويه وطعمها حلو قوي. يعني الحدق بتاعها مظبوط، بهاراتي مظبوطه، الشطه بتاعتي مظبوطه، وكل حاجه عندي مظبوطه. تمام. بعد ما اتاكدت خلاص ان هي خلاص خلصت الفشه بتاعتي. وهنا نسيت ان انا اقول لكم ان انا حطيت كمان بهارات لحمه مع الفشه، بهارات لحمه بس مع الفشه اللي حطيت بس فيها. تمام. لكن الكبده والطحال والكلاوي ملح وفلفل وشطه وخل وليمون بس، ده اللي انا حطيته. تمام. هنا خلاص الكبد والكلاوي والطحال والقلب بدأ خلاص ان هي استوت خلاص اهيت. بتأكد بس الكبدة بتاعتي استوت ومش محتاجة اي مية ولا محتاجة توابل ولا محتاجة حاجة. اتأكدت خلاص ان هي تمام. قمت على طول جبت ليمونتين صغيرين كده وعصرتهم فوقها عشان بعد كده انا هغرف. يعني انا خلاص عصرت الليمونتين وهبدأ بقى على طول اغرف. ما بحطش الليمون في الاول، انا بحط الليمون في الاخر. تمام. كده عصرت كده الليمونتين بتوعي اهوت، هما ليمونتين صغيرين خالص، لو ليمونه واحده او كبيره هحط واحده. تمام. كده خلصت اهيت. وابدا على طول ان انا اقلبهم كلهم مع بعض، تشوحوا كده مع بعض. كمان انا طبعا هديت كده النار، انا مش كنت الاول معليه النار ولا حاطه الميه، يعني مش عاليه قوي، يعني وسط. دلوقتي بدات ان انا اهدى خالص عليها بحيث ان هي ما تتلسعش مني، لان طبعا ايدي كمان لسه في الفشه اهو زي ما انتم شايفين. الفشه طبعا عايزه تشويحه كمان ولون، انا عايزاها تاخد بس لون اصفر رايق كده، وفي نفس الوقت ما تتلسعش مني وتبقى ناشفه. لا، انا عايزاها طريه وفي نفس الوقت تاخد لها بس لون خفيف. لو انتوا عايزين تطلعوها من كسرونه وتحطوها في مقلايه وتقلوها براحتكم. هنا خلاص كنت غرفت الاطباق بتاعتي اهيت. يلا استاهل بقى لايك ولا مش لايك؟ حطوا له بقى لايك كبير جدا، واكتبوا لي كده في التعليقات وشجعوني ايه رايكم في وصفه النهارده، كبده والفشه والكلاوي والطحال. طريقه جديده وبسيطه ومفيش فيها اي حاجه. هنا الفشه بتاعتي دايبه دوب خالص اهيت زي ما انتم شايفين. تمام. وعندي الكبد والكلاوي اهوت والطحال، بسم الله ما شاء الله عليها، يعني في منتهى الجمال. حطوا لي لايك يا جماعه، ما تنسوش اللايك يا جماعه، اللايك اللي بيرفع الفيديو. ولو مش مشتركه في القناه اشتركي في القناه واكتبي لي كومنت حلو تشجعيني بيه. ولو عايزه تشيري الفيديو لاصحابك ولحبايبك شيريه. اي واحده لسه جديده لسه داخله المطبخ جديد ولسه مش عارفه الاكلات الجميله بتاعتنا اللي بنعملها ازاي في المطبخ، شير لها الفيديو دوت واكتبي لها كده الطريقه بتاعتها وتتحمس، وباذن الله هيعجبها. واشوفكم بقى فيديو جديد باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.